الاهلي بينجح ومصر ما بتنجحش، مع ان الاهلي مؤسسه مصريه. بينتصر الاهلي ويحقق تقدم كبير، مع ان مصر يوم ورا يوم وسنه ولا سنه بتتاخر اكتر. في اعتقادي الشخصي ان السؤال ده اكبر من كره القدم، انه السبب الاول في انه الاهلي مختلف عن مصر كتير انه لا يحكم شخص ولا يخضع لوجهه نظر واحده. الكل في النادي يقول رايه ويسمع إليه. السبب الثاني انه الاهلي يعتمد في اختياراته على اصحاب الخبره والكفاءه، بغض النظر عن الولاء والانتماء والنفاق والتملق. الاهلي بيختار عناصر اثبتت كفاءتها في مجالات مختلفه، وممكن يغلط لكن بيصحح خطأه. يقال عن الاهلي ان هو بتحكمه مبادئ اساسيه، يعني دستور غير مكتوب او مكتوب، ولكن هناك اتفاق جماعي داخل النادي الاهلي على ان هو ده اللي بيحكمنا. يعني محمود الخطيب مش اكبر من مبادئ الاهلي ومش فوق الاهلي، الاهلي فوق الجميع. والاهم من كده انه الاهلي بيعتمد في الاساس على العنصر البشري. مصر مش بتعمل ده كحكومة كدولة. والعنصر المهم جدا في هذه المفارقة بين الأهلي ومصر إنه الأهلي بيعتبر أن النادي ليس ملكا لمجلس إدارته ولا ملك كمان لأعضاء النادي نفسهم، ولكنه ملك لجمهور النادي في مصر كلها وفي العالم كله. هو ده السبب اللي بيخلي الأهلي غريب عن مصر، إنه بينجح وبيتقدم واحنا بنتأخر كتير.